انا مستعجل. يلا بينا انزل. والازاز ارجع ارفع الازاز برضو. معاك سيارة وحابب تعمل الشباك يترفع اوتوماتيك وخايف من تقطيع الاسلاك، انا جبت لك النهاردة وحدة رفع فيشة بفيشة. لو خايف من تقطيع الاسلاك بضفيرة عربيتك اهو، الحل معايا اهو، فيشة بفيشة. تجيب الوحدة دي كده، تركب معانا فيشة هنا، طبعا هتتقفل على الباب برضو فيشة بفيشة. هو كل اللي بتحتاجه هي سلك كهرباء وسلك القفل الاضافي. انا دلوقتي هتتابعني ان شاء الله وهتشوف معايا طريقة تركيب الوحدة للنهاية وتجربتها بإذن الله. تابعوني. اول حاجة هنبدأ بيها هي هنشيل الغطيان دي اللي انا بشاور عليها. كل غطا من الغطيان دي فيه تحت منه مسمار، شايفين مع بعض. طبعا الوش ده برضو هنشيله. احنا هنجيب مفك رفيع، واحدة واحدة هنشيل الغطا. والغطا ده برضو هنشيله واحدة واحدة. نشيل الوش ده بالراحة كمان عشان ما يتكسرش. طبعا هو في تويتر برضو هنشيل الفيشة بتاعته. بص الغطا ده برضو بالراحة خالص عشان الغطيان دي بتتكسر. برضو الغطا اللي تحت كمان. هنجيب مفك صليبة وهنبدأ نحل المسامير واحدة واحدة. طبعا بعد حل المسامير هنشد الفرش شدة جامدة علشان يتفتح معانا بسرعة من غير ما نكسر اي حاجة. دلوقتي هيبقى عندنا فيشتين، فيشة لمفتاح الازاز وفيشة لمفتاح المرايات. طبعا كل واحدة ليها قفل، هنضغط على القفل وهنسحب الفيشة. برضو الفيشة التانية هي ضغطنا على القفل وخلعنا الفيشة. طبعا بعد حل الفرش انا هبدأ اتأكد من الاسلاك بتاعتي هي بامكانتها المظبوطة، وبعد كده هقفل فيشة بفيشة ان شاء الله. تمام. لو في اختلاف معايا بتقسيمة الاسلاك دي وهي بتحصل كتير، لو في اي اختلاف بالتقسيمة دي انا بعدلها وبقفل الوحدة بتاعتي. طبعا انا معايا 3 اسلاك اضافية، دي لازم انا اوصلها لموتور باب السواق اللي هو بيجي في المكان ده. طبعا انا لسه ما حلتش المشمع بعد ما حليت الفرش. طبعا اغلب وحدات الرفع انا مش هقولك دي مثلا تبع عربية هونداي اي اكس انا اللي بشتغل بيها، بس اغلب على العربيات نفس الطريقة ما بيختلفش حاجة. شايف هنا في كنترول، شوف معايا زي ما قلت لك انا في اختلاف في الاسلاك، ولازم مفيش واحدة بتجيلي الا لازم يبقى في اختلاف الاسلاك. بص هنا ده السلك ده المفروض هو مسؤول عن شباك من الشبابيك عشان رفع الازاز. تمام. هو بص هو جاي فين، جاي بمكان مش بتاعه خالص.
المفروض يبقى بالمكان اللي مسؤول عن الرفع بأي شباك من الشبابيك. اهي الطريقة. انا دلوقتي هوريلك انا بعمل ايه وازاي انا بعدل القصة دي. تمام. القصة طبعا ده كهربا كونتاك كمان جايب مش في مكانه الصحيح. احدد دلوقتي الكهربا الكونتاك من على الفيشة وارجع اوصل كمان. هجيب شوكة انا سننها طبعا من الاول واشتغل بيها. بص عشان افتح الاسلاك هفتح القفل الاول وفتحه كده. طبعا انا حددت البنة اللي انا عايز اغير مكانها. افتح البنة بص اهي خليك معايا من جوه اهي بالشوكة واشد السلك تحت اهو طلع معايا. طبعا الطريقة دي بكررها الاسلاك كلها اللي مختلف مكانها من على الجنبين، جنب اليمين والجنب الشمال اهي. يعني من الفيشة الدكر والفيشة النتاية هو ده القصد. تمام اهي. بص هنا برضو نفس الطريقة. افتح القفل اللي موجود هنا هروح مطلع البنة دي نفس الطريقة عند القفل اهي. طريقة سهلة جدا اهي مش صعبة. طبعا انا ده اللي شلته بتاع الكونتاك اهو قصاده اروح شايله اتابع السلك رايح فين جاي منين اهو. هنا اروح برضو اطلعه من مكانه اهو. تمام. هكمل اهو اشيلهم. موضوع سهل جدا مش صعب. طبعا انا اختصارا للوقت هعمل القصة دي وهتشوف معايا بالنهاية انا عملت ايه بكل حاجة. انا هحدد برضو موضوع الكهرباء قدامك اهو بتاع الكونتاك بنفك تيست على الفيشة الاصلي عشان اشتغل عليه. تمام. لا اهو شفتوا هو ده الكهرباء الكونتاك ده اللي انا هعدله دلوقتي معايا. احط مفتاح الازاز احدد كل ازاز مكانه الصحيح فين عشان لما اشتغل صح اهو. ده شمال ورا شايف انه بينا اهي. ده كمان يمين ورا والارضي انا محدد مكانه برضو هركز واشوف الارضي مظبوط بمكانه ولا لا. برضو الارضي مختلف مكانه. طبعا بعد انتهاء تعديل الاسلاك كل سلك مكانه شايفين معايا كل حاجة جبتها مكانها الصحيح. هنا المسؤولين عن الازاز اللي قدام. تمام. 3 اسلاك هم ومعاهم سلكين بتاع السنتر ورا بعض. كل حاجة رجعت مكانها والارض جبته مكانه وكل حاجة. فضل عندي 3 اسلاك دول اهم حاجة علشان وحدة الرفع تشتغل معايا. شايفين معايا التست معايا والمفتاح معايا اهو. هاجي اختبر لازم اللمبة تنور معايا ساعة القفل. يعني اهو انا لازم اقفل طبعا زرار الباب واختبر. شايفين جاب كهرباء اهو. فتحت مجابش حاجة. طبعا ده هيتوصل مع السلك البامبي ده هيتوصل معايا هنا. طبعا وعندي الموف هيتوصل معايا الموف هنا بسلك البي سي ام بينا رقم 6. لو انا عديت من اليمين للشمال لازم يبقى رقمها 6. يعني 1 2 3 4 5 6 دي اللي هتتوصل مع السلك الاخضر الموف. الاحمر هيبقى كهرباء عمومي. شايفين اهو ده جايب معايا كهرباء عمومي. طبعا المفتاح معايا اهو انا قافل الكونتاك. هي مش هتحتاج كونتاك غير ساعة اللي انا افتح كونتاك تعطل وحدة الرفع. مش هتشغلها لو انا فتحت كونتاك. انا هخلص وهنجرب مع بعض الازاز. عايزك تديني رأيك.
بعد ما شطبت كل حاجة اهي، والفينش النهائي كله. وفي اي سلكة باينة معاك؟ مفيش اي حاجة. بص كله فيشة بفيشة. اللي عملناه التلات اسلاك دول والوحدة اهي. لو انا حبيت اخلع الوحدة، اخلع الفيشة دي واخلع الفيشة دي والغي التلات اسلاك دول، وخلصت القصة كلها. اهي نظافة الشغل. هقفل الفرش مع بعض وهنجرب مع بعض، خليكم معايا. لسه مكملين مع بعض اهو. الفرش انا حطيته مكانه، شايفين؟ دلوقتي هقفله وافنش كل حاجة واجرب الوحدة معاكم. وصلنا لمرحلة التجربة ايه. هفتح كونتاك، نزل ازاز، كله كده نزل. هقفل الكونتاك. بسم الله. قفلت. 1 2 3 اخر واحد بتاع السواق. اكتبوا لنا بالتعليقات ايه رأيكم بوحدة الرفع فيشة بفيشة. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والمتابعة، وشكرا.